ان انا اعدل لها البيض. لو في بيضة محتاجة مساعدة بساعدها. اتسألت كتير جدا جدا لو عندنا البط يا ام شهد، البيض اللي تحت البطة بيكون نائر، وفي الاخر الجنين ما بيعرفش يطلع وبيموت جوه البيضة. الكلام ده لو بيضة او اتنين طبيعي، ممكن البطة بتصحى عن النوم وبيبرد منها البطين دول وبيموتوا جوه البيضة. ليه؟ بتفرح بالبط اللي طلع وبتنشغل بيه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فبالتالي دول ممكن يموتوا جوه البيضة. اما ان البيض كله يموت جوه البيضة ويكون نائر وما يعرفش يطلع، دي طبعا مشكلة. ودي مشكلة مين؟ مشكلة البطة نفسها. طب نساعدها والبيض ده نطلعه. حضرتك لو طلعتي البيض دوت هيكون في احتمال كبير هيكون في نسبة دم عالية لسه عنده السرة، فمش هيعيش. طيب نساعدها امتى او نفتح البيض ده للبطة امتى؟ لان انا سألت برضو السؤال ده. لما يكون البيض نائر بقاله يومين اتنين في الصيف مش في الشتاء، وفي اخر اليوم التاني ما طلعش، او طلع مثلا بطة ولسه الباقي ما طلعش، وانت عارفة ان هي بتبوظ البيض، في الحالة دي ممكن تساعديها وتحاولي تساعديها وتفتحي البيض. مع ان في بطة ممكن تقعد يومين ونص عادي. طب النص يوم ده هيفرق؟ بيفرق. طيب احيانا في بطة بتفتحي لها وبتعيش. ايوه في بطة بتفتحي لها وبتعيش، مفيش اي مشكلة لو نسبة الدم اللي عندها في السرة بسيطة خالص. يعني مثلا لو كانت هتطلع النهاردة الصبح وحضرتك هتطلع مثلا النهاردة الصبح وحضرتك فتحت لها بيضة من بالليل مثلا، هتكمل وهتعيش. اما يكون البيضة لسه عليها يومين او ثلاثة وتطلع وتفتحي لها البيضة، يعني تفتحي لها من اول ما نقرت، من اول البيضة ما نقرت. مثلا نقرت النهاردة الصبح وقمت رايحة فاتحة لها البيضة وهي المفروض لسه هتطلع بعد بكرة، يعني او هتطلع تاني يوم اخر النهار، دي غالبا مش هتعيش. عشان بس نكون عارفين، فالافضل تسيبيها بطبيعتها. طب البطة اللي تعمل كده اصلا وما تعرفش تطلع عندك البيض دي، خلاص ما ترقديهاش تاني، مش تيجي